قصتنا النهاردة مرعبة. راجل مربوط في جزيرة في وسط البحر بسلاسل محدش يعرف مكانها، هيظهر في آخر الزمان. الراجل ده مش عادي، ده المسيح الدجال. وأول واحد شاف المسيح كان تميم الداري. تميم الداري كان نصراني وأسلم بعد الواقعة دي على طول. طب إيه علاقة تميم الداري بالمسيح الدجال؟ وإزاي قدر يشوف الدجال مع إنه عايش في جزيرة معزولة؟ تعال أحكي لكم الحكاية من الأول. زمان تميم الداري ركب البحر مع 30 راجل من قبيلتين لخم وجذام. فجأة الموج علي وتاهوا في البحر لمدة شهر كامل، وفي الآخر الريح رماهم على جزيرة غامضة. ولما دخلوا يتفقدوها لقوا كائن غريب جدا، دبة مليانة شعرها مغطي جسمها بالكامل، مش باين وشها من ظهرها. وقالت لهم: أنا الجساسة، روحوا للدير اللي هناك ده، في راجل مستنيكم مشتاق لأخباركم. طبعا اترعبوا جدا بس اضطروا يكملوا، ودخلوا الدير. لقوا راجل مرعب وضخم جدا، أعور بعين واحدة، شعره مجعد، أحمر البشرة، ومربوط في سلاسل من حديد. إيده مربوطة في رقبته، ورجليه متكتفة من الركب لحد الكعبين. مكتوب على جبينه كافر. أي حد يقدر يقرأ كلمة كافر حتى لو مش متعلم. بصلهم كده وسألهم: وأخبروني عن نخل بيسان بيثمر؟ قالوا له نعم. قال لهم: يوشك ألا يثمر. وسألهم عن بحيرة طبرية وعن مائها وجفت ولا لسه، وعن عين زغر، كلها أماكن في الشام وفلسطين. وبالمناسبة تميم الداري كان أصلا من الشام، وبيقال تحديدا إنه كان من فلسطين. وكأن الدجال بيسأل وبيراجع عن علامات بتصبره وتطمنه على ميعاد خروجه. وبعدين قال الكلمة اللي جمدت الدم في عروقهم: أنا المسيح، وإنه يوشك أن يؤذن لي فأخرج في الأرض، فلا أدع قرية إلا دخلتها إلا مكة والمدينة، فهما محرمتان علي. الجماعة دول رجعوا للمدينة بعد الواقعة على طول، وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم مرعوبين، وقالوا له وحكوا له على كل حاجة شافوها في الجزيرة. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال للناس: حدثني تميم الداري حديثا وافق ما كنت أحدثكم عن الدجال. والنبي قال لهم إن اللي شافه تميم الداري صحيح جدا، وإن الدجال في جزيرة في وسط البحر، وإن ربنا أراد إنهم يتوهوا عشان يثبت إيمانكم، وإن الدجال هيظهر في آخر الزمان عشان يفتن كل الناس، يفتنهم بفتنة عظيمة، وإن ربنا هيعطيه كمان معجزات كبيرة جدا يفتن بيها الناس. وهيبدأ يقول: أنا نبي، وبعدين أنا إله، وهيؤمر السماء تمطر فتمطر، والأرض تنبت فتنبت، ويحيي كمان الموتى، وهيخرج كنوز الأرض، ويغري الناس بالفلوس والأكل والأمان كمان، وإن معاه مفاتيح الجنة والنار، وإن اللي هيسمع كلامه هيدخل الجنة، واللي مش هيسمع كلامه هيدخل النار. وهيقعد في الأرض 40 يوم، يوم كأسبوع، ويوم كشهر، ويوم كسنة، وباقي أيامه كالأيام العادية. وإنه ناس كتير من ضعاف الإيمان والنفوس هتسمع كلامه وهتتبعه، وفي النهاية هيتم قتله في أرض الشام على يد سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل من السماء في آخر الزمان. طيب هننجو إزاي من فتنة المسيح الدجال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا نحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف، ونقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة، ونستعيذ بالله من الدجال في كل صلاة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال.